السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه عروسه جديده. عايزه اقول لكم لاول مره تشوفوا القناه ما ينساش يضغط اشتراك او سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد عن القناه. وكمان ما تنسوش اللايك عشان ترفعوا الفيديو. ما تنسوش يا حبايبي بليز اشتراك القناه وتفعلوا الجرس، وكمان اشتراك صفحتي على الفيسبوك يوميات عروسه جديده او قناه عروسه جديده بنفس لوجو القناه. اسم يوميات ده الاسم القديم. نبدأ بقى كده ونقول بسم الله ونخش على طول على وصفة النهاردة بقى ان شاء الله هنعمل بيتزا ستاف كراست بأحلى طعم وأفضل طريقة لها. هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله، والشكل بتاعها كمان هيعجبكم ان شاء الله. نخش على طول كده على المقادير والمكونات معايا كده هنا. دقيق ما يعادل كوبايتين، 2 مجين دقيق كده، او 400 جرام دقيق. معايا بقى خميره، هبتدي بس افتح الخميره واخد منها معلقه صغيره. طبعا مش هحط كيس الخميره كله، معلقه صغيره كده من الخميره. الخميره اللي معايا دي خميره فوريه، لو خميره قطعه قد عقلتين الصباع كده اهيت. وهحط عليها ميه دافيه، دافيه مش سخنه عشان ما تموتش الخميره. وهحط عليها كمان نص معلقه سكر، نص معلقه كبيره سكر او معلقه صغيره سكر. ومعايا كمان معلقه صغيره ملح، ومعلقتين زيت وبيضه وميه للعجن او زبادي او لبن المتاح والموجود عندنا. انا ما عنديش لا زبادي ولا لبن، عشان كده هعملها بالدقيق، واصلا المحلات بتعملها بالدقيق. هعملها لكم بقى بطريقه البيتزا اللي هي يعني احلى بيتزا ممكن تاكلوها، البيتزا الايطالي. ما تنسوش بس لايك وشير. وعايزه اقول لكم كمان ان البيضه بتفرق جدا جدا في العجينه بتاعه البيتزا، بتخليها قد ايه هشه وطريه وبتديلها طعم جميل. هسيب بقى كده الخميره بتاعتي ديت مش وقت طويل، ممكن ابدا اعجن على طول واسيبها تخمر مره واحده وخلاص، لان الجو ساقعه وهتغيب على ما تخمر. مش عارفه هي لازقه في المعلقه قوي. تمام كده. هزود بقى شويه ميه دافيين كمان على على الخميره، وهبدا على طول انزل بقى بمعلقه الملح، معلقتين 2 زيت، ادي معلقه 2 بيضه، الخميره بتاعتي، هبتدي بقى كده اعجن. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بقى المكونات بتاعتي؟ طبعا كمية السوائل اللي بنحطها على العجين بتختلف من نوع دقيق لنوع دقيق تاني، يعني دي حاجة ما بتبقاش ثابتة معانا خالص. اهي بيتزا طرية جدا معايا، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. هكملها بقى عجن عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وارجع لكم تاني بعد ما تلم كده معايا. كده العجينه بتاعتي خلاص اتعجنت كويس جدا اهيت. قعدت اعجن فيها فتره كويسه عشان تتجانس كده مع بعضها. شايفين بقى الملمس بتاعها؟ طبعا لو كانت احتاجت دقيق شويه كنت حطيت لها. هي الكوبايتين دقيق بياخدوا تقريبا كوبايه الا ربع ميه، وزي ما قلت لحضراتكم بتختلف حسب نوع الدقيق اهيت. هحطها بقى كده ترتاح لانها اتعجنت كويس جدا. هحاول كده احطها، احط بس مسحه زيت خفيفه كده في قعر الطبق اهي، و وعلى وش العجينه بتاعت البيتزا.
نقطة واحدة اهيت زيت، نقطة واحدة، وهروح مسحة بقى بيها وش العجينة، وهحطها بقى هغطيها بقى تخمر براحتها، وهبتدي كده على طول اخش على بقيه الطريقه بتاعتنا. هسيبها بقى لمده ساعه كده تتركن معايا، او ساعه ونص، تخمر بقى براحتها خالص لغايه ما تتم السوا. وهبدا بقى ان شاء الله اخش معاكم على طريقه تجهيز وش العجينه والحاجات اللي بتبقى على الوش. خليكم معايا بقى لحمه مفرومه. طبعا ممكن نبدلها باي حاجه تانية غير اللحمه المفرومه، ممكن اي حاجه احنا عايزينها. عفوا ده حاجه بس وقعت يعني. فممكن نبدل لحمه مفرومه باي حاجه تانية لحشوات البيتزا، ممكن تونه، جمبري، فراخ، بيتزا خضار، اي حاجه احنا عايزينها. مشكل ميكس جبن مثلا. هبتدي بقى كده احط معلقه صغيره من الملح، شويه فلفل اسمر، سبع بهارات، عندنا كمان بهارات، كيس بهارات كفتة كده، لو موجود، مش موجود خلاص بهارات الكفتة بتاعت فاين فودز. احط بس معلقة صغيرة منه لان حاطين 7 بهارات، واللحمة اللي معانا نص كيلو. هبتدي بقى كده اعجن اللحمة بتاعتي كويس. اهيت اتاكد بس ان الملح داب فيها كويس. طبعا اللحمه دي انا بعجنها دلوقتي عشان البهارات تخش في قلبها كده والملح، انما انا هاخد جزء منها اعمله كور للبيتزا، والجزء التاني هعصجه عادي يعني. فطبعا التتبيله والملح مش هيفرقوا حاجه معاها. اهو هعصج بقى، هكور بقى شويه كور لحمه كده، يعني 10 كرات مثلا اهو، بحجم صغنن. هحاول اصغر شويه كمان اهو. هبتدي بقى اشكلهم بنفس الحجم كده. هوقف الفيديو عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. كده بقى جهزت معايا شويه كور حلوين اهوت، وادي عجينه اللحمه اللي باقيه، ومعايا بصلايه كده متقطعه مكعبات متوسطه، مش صغيره ومش كبيره. هجهز بقى كده معايا على النار طاسه فيها شويه زيت او سمنه، وهبتدي على طول انزل بقى كده بالكور. طاسه كده اهيت فيها شويه زيت على النار، هحط بقى كده الكور بتاعتي اهيت، وهحمرها بقى كده في شويه زيت قليلين. شوفوا بقى قد ايه شكل البوبس بتاعت اللحمه دي او كور اللحم، شكلها جميل جدا، خصوصا ان حجمها صغير. هديها بس تحميره سريعه كده معايا على النار، وهشيلها على طول عشان ابتدي اجهز كده بقى للبصل للحمه المتعصجه كده. تمام، شلت بقى كور اللحم بعد ما اتحمرت. هنزل بقى بالبصل اهوت، هديله بقى تقليبه كده لغايه ما لونه بس يصفر او يشف، يعني مش يصفر كمان. كده البصل ابتدى يشف معايا اهوت زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بقى كده على طول باللحمه، مش عايزه تنزل عشان عجنينها فماسكه في الطبق اهو. وهحط بقى ربع كوبايه ميه او كوبايه قهوه كده ميه، عشان اللحمه احنا عجنينها فهتبقى واخده شكل الكتله، فاحنا طبعا مش عايزينها كتله، احنا عايزينها معصجه. بس كده تمام، اللحمه اتعصجت. هروح بقى كده هسيب اللحمه بقى لغايه ما تتعصج على النار، وهروح بقى على طول احضر في الصلصه بتاعه البيتزا. هبتدي بقى كده اجهز في صلصه البيتزا. كيس صلصه عاديه خالص اهيت من اللي جاهزه. طبعا لو
يعني حابين نعملها في البيت، هيبقى فص ثوم مهروس عليه 3 طماطمات كده حجمهم حلو يعني، مبشورين او معصورين كويس، وهنسبكهم كويس خالص في معلقه زيت. وبعد كده هنحط عليهم الزعتر والملح بتاعنا. انا عشان مستعجله جبت كيس صلصه جاهز كده، وارش عليه رشه محترمه كده من الزعتر اهو. وهحط بقى شويه ملح، مش كتير، رشه خفيفه كده من الملح، وخلاص كده هقلبهم. الصلصه بتاعت البيتزا اللي بتتباع جاهزه بتبقى كده، بتبقى صلصه طماطم عاديه وعليها زعتر، مفيش اي حاجه تانية اهو. ادي الصلصه بتاعتنا كمان جهزت اهو. الموتزاريلا بقى بتاعتي كده جهزت بقى معايا كمان طبق فيه شرايح فلفل كده. المفروض ان انا احط فلفل الوان احمر واصفر واخضر عشان فوائدهم، لان كل لون بيبقى غني بمضادات اكسده معينه او بحاجات معينه الجسم محتاجها. وكمان شرايح زيتون، وكمان شويه رومي مبشور كده لقيتهم عندي في التلاجة. طبعا الرومي بيخلي الجبنه الموتزاريلا تمط احسن. وعايزه اقول لكم كمان السر بقى في البيتزا بتاعت بره، انهم ما بيحطوش عليها الجبنه الموتزاريلا وهي في الفرن، ما بيحطوش عليها الجبنه الموتزاريلا غير بعد ما تستوي، بيروحوا حاطين عليها وهي سخنه كده في قلب الفرن، ويروحوا قافلين عليها الفرن. عشان كده الجبنه بتلاقيها بتشد جدا غير اللي احنا بنعملها في البيت خالص. فانا عشان كده مش هحط الجبنه الموتزاريلا دلوقتي خالص، بس انا مطلعاها عشان البوبس اللي انا هعمله بالعجين عايزه احط فيه شويه موتزاريلا كده. تمام. انا دهنت بقى صينيه معايا، صينيه البيتزا كده معايا دهنه خفيفه من الزيت عشان البيتزا ما تلزقش. وهبتدي بقى كده اجهز معاكم العجينه والطريقه بتاعتها. كده بقى العجينه خبرت معايا اهيت. انا بعتذر على الطبق اللي انا بدلته، لان انا بدلت الطبق عشان كنت محتاجه الطبق البايركس اللي انا عاجنه فيه ده، كنت محتاجاه عشان هعمل فيه وصفه تانية يعني. هبتدي بقى كده اهبط العجينه بتاعتي، خمرت بقى وبقت جميله زي ما حضراتكم شايفين. هقلبها كده. طبعا لما العجينه بترتاح بتدينا نتيجه افضل بكتير اهي، ارتاحت وبتتشكل جميله. هبتدي بقى كده اوزعها واعمل بقى هاخد تلتها وتلتين، تلتين هفردهم في الصينيه والتلت التاني هشكلها اشكال كده. بقى انا قسمت العجينه زي ما قلت لحضراتكم اهوت، ده التلت وده التلتين. هبتدي بقى افردها كده في قعر الصينيه بتاعتي. هحاول اخليها رقيقه على قد ما اقدر كده. بقى انا فردت العجينه اهي تمام. هبتدي بقى كده اخد معلقه من الصلصه افردها على الوش. هفردها كويس بقى على الوش من جميع الجهات. تمام كده. هروح بقى مجهزه معايا كمان الخضار بتاعي اللي هحطه على الوش. هوزعه بس كده عشان يبقى كل واحده فيها زيتون وفيها فلفل كل قطعه. هبتدي بقى اجهز البوبس كده معايا. هجيب بقى قطعه عجينه من التلت اللي احنا هايشينه اهو، وهفردها بايدي كده، واروح حاطه فيها كوره اللحمه، واروح قافله عليها اهو بنفس الطريقه دي، وهكورها واروح حطاها على وش البيتزايه من الطرف كده زي ما حضراتكم شايفين. كمان واحده بنفس الطريقه. ممكن بقى نحشي واحده كوره لحم وواحده شويه جبنه موتزاريلا اهو. هعملها بقى واحده واحده واكمل معاكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. دلوقتي انا شكلتها اهوت زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي بقى اوزع لحمه مفرومه كده على الوش اهيت، اللحمه اللي احنا عصجناها.
طبعا زي ما قلت لحضراتكم مش هحط الجبنه الموتزاريلا الا ما تستوي خالص واطفي عليها عشان تمط كده وتسيح معايا، لان هي كتر السوا بيضيع المطه والشده بتاعتها. كده تمام. هبتدي بقى كده اشكشك البيتزا بالشوكه عشان ما تقبش. وهولع الفرن بقى واسيب البيتزا ترتاح شويه على ما الفرن يسخن، وادخلها بقى واوريكم ان شاء الله شكلها النهائي. يا رب تعجبكم. كده البيتزا استوت خالص معايا اهيت. هطفي بقى عليها كده وهحط لها بقى الجبنه بتاعتي اهي. تمام كده. نتوصى بقى كده شويه بالجبنه عشان تشد. طبعا الصاج بتاع الفرن بقى مضايقني شويه، بس احنا المفروض نطلعها، بس انا استسهلت بصراحه وقلت احط وهي كده جوه الفرن اهي. تمام. هدخلها بقى كده يا حبايبي. ده شكل البيتزا بتاعتنا بعد ما اتعملت اهيت. عايزه اقول لكم ان هي بجد ممتازه رائعه بجد. هنقطعها بقى كده ونشوف. بسم الله ما شاء الله. البيتزا البوبس دي من احلى الوصفات اللي ممكن نعملها والاطفال بيحبوها جدا. شايفين بقى مطة الجبنه جميله ازاي. لمطة الجبنه ديت زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بنروح حاطين الجبنه الموتزاريلا ديت، يا اما نقسمها على مرتين ونحط شويه في الاول وشويه قبل ما البيتزا تطلع زي ما انا عملت كده، يا اما نحطها بعد ما البيتزا تستوي خالص دقيقه كمان كده ونسيبها في الفرن ونطفي عليها. شايفين نوع الجبنه بقى اللي انا مستخدماه هي جبنه اسمها جبنه الاطباء، وكان عندي برضو جبنه دومتي. الاتنين في الموتزاريلا بجد ممتازه. اتمنى ان شاء الله ان الوصفه بتاعت النهارده تكون عجبتكم، اتمنى انها تكون نالت رضاكم. تاكلوها يا رب بالهنا وبالهنا والشفاء على قلوبكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك وشير واشتراك في القناه او سبسكرايب مع تفعيل الجرس عشان يصلكم ان شاء الله كل ما هو جديد عن القناه. دمتم سالمين، مع السلامه. من غير ما